تخيل معايا شريتي بقعة أرضية وحطيتيها كتحويشة للزمان. دازت عام، عامين، 5 سنين وانت ناسيها، كتقول الأرض ما كتأكل ما كتشرب. ولكن نهار قررتي تبيع أو تبني، مشيتي تجيب الوراق ولقيتي الصدمة، مطالب آلاف الدراهم كضرائب وغرامات تأخير. هذا هو الفخ ديال الضريبة على الأراضي غير المبنية، أو ما يعرف ب TNB. اليوم غادي نكشفوا على السر الضريبي اللي كيخلي العقار ديالك يتحول من استثمار لعبء مالي. السؤال اللي خاصك تسولو دابا: واش البقعة ديالك معفية ولا كتحسب عليها الفلوس كل نهار وانت ما جايب خبر؟ وكيفاش تحمي راسك من الحجز الضريبي؟ الجواب غيوفر عليك بزاف ديال الصداع والفلوس. السلام عليكم، أنا بدر كريم وهذا هو برنامج I Move It Inside Stock. وموضوع اليوم هو التشريح المالي لضريبة TNB وكيفاش تدبر بقعتك الأرضية في 2026 بذكاء. قبل ما ندوزو للحلول، كاينين مخاطر صامتة هي اللي كتدمر الميزانية ديال أصحاب الأراضي. تراكم الدعائر والزيادات لي بيناليتي اللي قد تفوت أصل الضريبة، صعوبة الحصول على شهادة إبراء الذمة كيتوس نهار البيع، خطر التحصيل الجبري والحجز على الحسابات البنكية. والسؤال المطروح: علاش الدولة كتفرض هاد الضريبة؟ بزاف كيسحب ليهم هاد الضريبة هي غير تعمير الخزينة. الحقيقة أنها أداة لمحاربة المضاربة العقارية. الدولة بغات الأرض تحرك وتبنى، ماشي تبقى خلاء وسط المدينة. داكشي علاش TNB هي ضريبة تحفيزية كتقول لك إما بني إما خلص. المشاكل اللي كتوقع للناس هي الجهل بالآجال. كاين اللي كيسحب ليه الضريبة كتجي حتى للدار وهي في الحقيقة ضريبة تصريحية ديكلاراتيف. تغير المدار الحضاري، بقعة كانت في البادية معفية ودخلات في التصميم الجديد للمدينة ولات خاضعة للضريبة والمالك ما جايب خبر. إهمال التصريح بالبناء، بنيتي وسكنتي ولكن ما صرحتيش بنهاية الأشغال والضريبة بقات كتحسب عليك كأنها أرض خاوية. وملي كتوصل الأمور للحيط المسدود كيوليو عندنا إجراءات خاصة لازم تتبعها. كاين 5 القواعد الذهبية باش تجنب غرامات TNB. هاشنو خاصك دير باش تبقى نقي مع مصلحة الضرائب؟ 1. تحترم تاريخ فاتح مارس، الخط الأحمر. الضريبة على الأراضي غير المبنية خاصها تخلص قبل فاتح مارس من كل عام. أي نهار داز وراها التاريخ كيبداو يتحسبوا عليك الزيادات، غالبا 10% كزيادة أولى و5% عن كل شهر تأخير. 2. معرفة الأسعار حسب المناطق. الثمن ماشي موحد، فالأسعار كتختلف. كاين مناطق الفيلات، مناطق العمارات والمناطق الصناعية. الثمن كيتراوح ما بين 2 دراهم و20 درهم للمتر المربع حسب الجماعة. ضروري تعرف بقعتك فين صنف داخله. 3. استغلال الإعفاءات القانونية لي زيكزونيغاسيون. كاين حالات ما كتخلصش فيها، بمجرد ما تاخد رخصة البناء وتبدا الخدمة من حقك تطلب إعفاء مؤقت طيلة مدة البناء، غالبا 3 سنين. هادشي غيوفر عليك ميزانية كبيرة، ولكن خاصك تدفع الطلب وما تسناهمش هما يكتشفوها. 5. شهادة إبراء الذمة هي الساروت. نهار تبغي تبيع، الموثق ما غاديش يدوز لك البيع بلا هاد الشهادة. إلا كنتي ناسي الضرائب لسنوات غتضطر تخلص الكل في دقة واحدة باش تبيع، وهاد الشيء يقدر يطير لك نص الرباح ديالك. إذن TNB هي ضريبة اللي نساها خسرها. في 2025 الإدارة ولات مرقمة، وأي بقعة أرضية خاوية راها مسجلة في السيستم. القرار الذكي هو أنك تراقب وضعية موقعتك كل عام وتخلص في الوقت، وإلا فكر في استثمارها أو بنائها باش تخرج من هاد الدائرة الضريبية. القصة ماشي غير أرض مخبعة، هي درس في المواطنة المالية ورسالة للجميع: الأرض اللي ما كتبنيهاش راك كتخلص عليها كرا للدولة بلا ما تحس. إلا وصلتي لهنا بغيت نقول لك شكرا على المتابعة، وخلي لينا في تعليق واش فايت لك تفاجأتي بشي رابيل ديال ضريبة الأراضي وكيفاش تعاملتي معاه. ما تنساش دير متابعة للقناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد، وشارك الفيديو مع أي واحد عنده بقعة أرضية، حيث هاد المعلومة غتعتقو من غرامات ثقيلة. وإلى اللقاء.